بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تحل بها العقد وتقضى بها الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ لسه مستمرة معاكم في الكلام عن التربية وليه التربية مهمة في حياتنا. احنا قلنا ان انا ااكل واشرب والنادي والتمرين وصحة الولاد واوديهم مستشفى وقصدي اوديهم يعني للدكاترة لما يتعبوا، دي حاجات مهمة جدا، بس دي اسمها رعاية. أنا براعي حد، ولو عندي قطة هعمل نفس الحكاية معاها، هأكلها وأشربها، ولو تعبت هوديها للدكتور. إنما التربية حاجة تانية خالص. التربية ديت اللي بتبني الأمم يا جماعة. ده مش كلام اللي في الإنشا اللي كنا بنكتبه احنا صغيرين، وإن الأطفال ينابيع المستقبل والأمم بتتبنى على أكتافهم. لا، ده كلام بجد. فيا جماعة ربوا ولادكم. كمان التربية أنا شايفة إن هي جنة أو نار، والله بجد. التربية أنت هتربي حد يا تحسب لك في ميزان حسناتك، يا إما تهوى بيهم وبيك أنت نفسك للجحيم. فسريعا كده تعالوا نقولوا حاجات أخطاء إحنا بنعملها في التربية، ونشوف الحاجات الصح بتاعتها إيه. أنا لحد النهاردة مش عايزة أعمل منهج متكامل. ليه؟ لأن القناة أنتوا عارفين لسه في بدايتها، معلهاش مشاهدات كبيرة. فاحنا مع بعض كده للنفرين 3 اللي متابعيني، وفعلا بلاقيهم بيقولوا لي كملي، فانا بكمل، وان شاء الله يا رب يكون واحد استفاد. فانا كده يا جماعه راضيه. احنا هنشوف اخطاء كتير كلنا بنقع فيها ونحاول نصلحها سوا مع بعض. اول حاجه يا جماعه، الصوت العالي. ومعلش استحملوا شويه، والله التربيه ما بالسهل. يا رب ربينا وربي ولادنا. اول خطأ بنقع فيه اللي هو الصوت العالي والضرب. بيوت كتير أول رد فعل للأم أو الأب لما الطفل بيغلط هو صريخ، صوت عالي، يمكن كمان ضرب. وده بيحصل ليه؟ لأننا ساعات بنكونوا تعبانين مضغوطين، فاكرين إن الشدة هتعلم الأطفال، تقريبا فاكرين إن الصوت العالي بيثبت في الدماغ أكتر. بس الحقيقة إن ده بيكسر جواه حاجات كتير ما بيعلمهوش. الطفل اللي بيتشخط فيه على طول أو بيتضرب بيبتدي يترعب من الأهل، مش بيحترمهم وبيخاف، مش بيتعلم، بل بالعكس هو بيكذب عشان دي تجارب مؤلمة بيحاول يتفاداها. هو كطبيعة بشرية احنا بنحاول نتفادى الألم بأي حاجة، ولو جرب الطفل ان هو يكذب ومشت معاه فخلاص اوريدي انا بعمل كده عشان ما تأذاش، بحجب عن نفسي الألم. ايه البديل؟ ان انا باخد نفس عميق وبتكلم بصوت هادي حتى لو احنا متضايقين. تخيلي مثلا طفل ابنك وقع كوبايه ميه على الارض، بدل ما اصرخ وازعق واقول له انا زهقت منك، ممكن تقولي له ايه؟ بصي يا حبيبي، لو تعمل كده الميه بتنزل على الارض وممكن حد يقع ويتعور، المره الجايه خد بالك، يلا نلم سوا. يتشارك معاكي ان شاء الله يا رب بحاجه بسيطه. انا مش هقولك لو طفل صغير وازاز واقع او يعني وفي حاجه اتكسرت، لا، حتى ممكن يجيب لك هو المكنسه اللي هتلمي بيها، ممكن يجيب لك القماشه اللي هتمسحي بيها الميه. لازم يتعلم يشارك معاكي، او يتعلم ان انا بعمل كده، المفروض انت اللي تعمل كده بس انا اللي بعمله. بالشكل ده الطفل هيفهم الغلط، هيحس بالامان في نفس الوقت. الاطفال بيغلطوا، دي طبيعتهم عشان هي دي الوسيله للتعلم. مهمتنا اننا نعلم مش نعاقب. احنا لما كنا في المدرسة وكنا بنعمل تجارب بايدينا كانت بتثبت، انما مهما قرينا في حاجة بتقع مننا. اتعلمنا التجارب بالخطوات، في حاجة بتسقط. غير لما بنعملها بايدينا خلاص هي بتثبت من اول مرة. انتي نفسك لما حد بيجي يقولك على وصفة اكلة ومش من الاكلات اللي انتي عارفاها يعني على طول بتعمليها، لما بتعمليها قدامك او بايدك بتثبت. لو حد قالك عليها ممكن تنسي الخطوات، لو بقى ما كتبتيش وحفظتي والكلام دوت. الضرب يا جماعه عمره ما خلى الطفل يطلع محترم، بس الاحتواء بيخلي الطفل يبقى عنده ضمير ويحب يسمع لكلمه اهله. الصوت العالي بيأثر على نفسيه الطفل وممكن يخليه عصبي، ممكن يخليه عنيد، والطفل العنيد ده قصه كامله ممكن يتفرض لها فيديو لوحده او اكتر. الصوت العالي بيخلي الأطفال بينسحب والطفل بينسحب كده وبيقفل على نفسه. خليكي دايما النموذج اللي نفسك ابنك يبقى زيه. تاني خطأ، المقارنة بين الأطفال.
يلا قوم شوف ابن خالتك عامل ازاي، شوف اختك بتذاكر وناجحه ازاي، بص ابن الجيران مؤدب ازاي. الجمل دي بنقولها كتير من غير ما ناخد بالنا قد ايه بتوجع. الطفل مش بيقارن نفسه بحد غير لما احنا نبدأ المقارنات. يعني احنا اللي بايدينا بنخلي الطفل ده يطلع طفل غيور، حقود على غيره، بيكره اخوه، بيكره صاحبه. احنا ساعات بنقولها على سبيل التحفيز، او دايما بنقولها على سبيل التحفيز، وساعات بنقولها غيظ من الطفل نفسه وان احنا متضايقين منه فبنحاول نوجعه. بس الحقيقة بجد النتيجة بتكون عكس كده تماما. المقارنة بتخلي الطفل يحس انه اقل، انه مش محبوب كفاية، وانه لازم يكون شبه حد تاني عشان يتقبل. قلنا ان ده بيولد نوع من الغيرة، الكره او الاحباط. كل طفل يا جماعة له طبيعته، له سرعة استيعابه، له ميوله واهتماماته. يمكن ابن خالتك متفوق دراسيا بس ابنك ممكن يكون موهوب في حاجة تانية، والكلام ده انا قلته قبل كده، زي الرسم، زي التواصل مع الناس، او حتى انه يكون دمه خفيف، حس الفكاهة عنده عالي. احنا دورنا كأهل اننا نكتشف الجوانب الحلوة في ولادنا ونقويها، مش نطمسها بالمقارنة. بدل ما نقول له شوف غيرك عامل ايه، نقول له انا شايفة انك تقدر تكون افضل من كده بس بطريقتك انت. الطفل محتاج يسمع انه مميز، انه محبوب زيه زي اي حد، مش عشان يبقى شبه غيره، لا، لكن عشان يكون هو ابنك. ربنا خلق ابنك بصفات مميزة. وخد بالك ان برضو يعني ابنك ده نتيجة جينات وراثية منك ومن امه، انما التربية هي اللي بتشكله. يعني قدراته دي موروثة، قدرة استيعابه دي موروثة. احنا بنقدر ننميها بحاجات خارجية، بس ده ميراث منك ومن امه، ما تحاسبوش عليه. الطفل لما يحس انك فخور بيه زي ما هو، هيبتدي يزدهر ويبقى احسن نسخة من نفسه. ولو عايز تحفزه، او مثلا تقول له، تديله نموذج، مش لازم نموذج بقى حي ابن اختك، ابن خالتك، ابن اختك تقارنيه بحد، لا، استخدمي قصص ملهمة من غير ما تسمي اطفال بعينهم. يعني مثلا ممكن تقولي عارف ان في ولد كان بيواجه صعوبة في المذاكرة، لكنه بالتدريب وبالصبر بقى شاطر جدا، تفتكر ممكن تعمل زيه؟ ده نموذج غير الحاجات اللي حواليه، ده حد كده خيالي انت مخترعاه، ممكن يتحفز بيه. او احنا عندنا من السنة نماذج ما شاء الله لا قوة الا بالله، لناس كانوا اطفال زيه، كانوا عاملين ازاي وبقوا ايه، ممكن ان انت تحكيها له من غير ما تقارنه حتى بيهم، مجرد ان انت تحكي له خلاص. ده بيشجعه وبيديله ثقة بالنفس انه ممكن يعمل كده. تالت خطأ، التوبيخ او الاهانة قدام الناس. انت دايما بتغلط، مش شايف الناس شايفينك؟ انت ازاي تعمل كده قدامي؟ انت ازاي تقولي كده والناس قاعده؟ انت ايه اللي انت بتعمليه دوت؟ كتير بنقول جمل زي دي لما نكونوا محروجين من تصرف بنتنا او ابننا قدام الناس، او لما نكونوا زهقنا من تكرار نفس الغلط. بس اللي مش بناخد باله منه هو ان التوبيخ قدام الناس مش بيعلم، لا ده بيكسر. الاهانه قدام الغريب او حتى قدام الاسره بتخلي الطفل يحس انه صغير، مش في السن، لا، صغير في عينك وصغير في عين اللي حواليه. وكل ما الطفل يتبهدل قدام الناس، كل ما كرامته تتهز وكل ما يفقد احترامه لنفسه. ساعتها بدل ما يتعلم الغلط من الصح، بيبدأ يبني حواجز بينه وبينك، او يبدأ يتصرف بعند او تمرد. الصح ايه؟ اول حاجة لما يحصل موقف محرج، خدي الطفل على جنب، خديه بعيد حتى لو بس بكلمة واحدة، تعالى معايا دقيقة. ولما تبقي في مكان هادي، اتكلمي معاه بصوت هادي، ووجهي عينك في عينيه وقولي له مثلا اللي حصل ده مش مقبول، هنتكلم فيه لما نروح البيت، بس دلوقتي انا عايزاك تهدى. كده انت حافظتي على صورته قدام الناس، وفي نفس الوقت ما طنشتيش الغلط، وهيكون في دماغه هو ليه، لان في طفل في سن معين هو ما بيفتكرش، لما بتيجي تكلميه بعدين عن الغلط هو ما بيفتكرش هو عمل ايه، بيفتكر بس التوبيخ. ولحد هنا يكون الفيديو الاول خلاص.